رد معالي وزيرة الثقافة على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد إسماعيل العمادي حول الأسس والشروط المتبعة في اختيار الفرق المشاركة في أنشطة وفعاليات ربيع الثقافة. شكرا. الأخ محمد إسماعيل العمادي تفضل. شكرا معالي الرئيس. في البداية أريد أن أؤسس لحديثي فأقول الثقافة كما يعرفها البعض هي أسلوب حياة يلمسه الآخرون في سلوكك قبل أن يلمسوه في فكرك وحديثك، وأن يترجم الفكر الذي تحمل في سلوك المجتمع. ودعوني أقتبس من ويكيبيديا التالي: الثقافة تعني صقل النفس والمنطق والفطانة، وثقف ثقفا أي صار حاذقا خفيفا فطنا. واستعملت الثقافة في العصر الحديث للدلالة على الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات. والثقافة ليست مجموعة من الأفكار فحسب، ولكنها نظرية في السلوك بما يرسم طريق الحياة إجمالا، وبما يتمثل فيه الطابع العام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب إلى آخره. ولا نستطيع قياس الثقافة بحصر الشهادات التي نحمل أو الكتب التي نقرأ أو البلدان التي نزور أو الحفلات والمؤتمرات، فما القراءة والدراسة والسفر إلا روافد صغيرة من روافد الثقافة الكثيرة والمتنوعة. وكون الواحد منا متعلما أو قارئا أو رحالا أو متبحرا لا يجعله بالضرورة مثقفا. فبالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يجيد القراءة والكتابة، إلا أنه استطاع أن يؤسس دولة حضارات أثرت في الحضارات الأخرى وتأثرت بها، وظلت لقرون عديدة رافدا للثقافة والمعرفة في العديد من هذه الحضارات. فنحن أصل الثقافة والحضارة، لذا فنحن ندعم الثقافة ولا نختلف على أهميتها، كونها المقياس الذي تقاس به حضارة الشعوب وتقدمها. ولكن الثقافة التي نريدها هي الثقافة الهادفة التي تتفق مع روح شريعتنا الغراء، التي تبني ولا تهدم، التي تغذي العقل والروح ولا تمتهن الجسد، التي تزرع شعور الانتماء إلى ديننا ووطننا، وتعزز بداخلنا هويتنا العربية والإسلامية، والتي لا تهدف إلى سلخ هذه الهوية العربية والإسلامية وتستورد ثقافة لا تتناسب وطبيعة مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا. الثقافة يا معالي الرئيس لا تعني السفور والإسفاف والمجون والعري، ولا تعني حفلات راقصة وماجنة وغيرها، ولا تعني التأثر بكل مستورد أيا كان. فهذه ليست ثقافة، وإنما سطحية ومحاولات لتغييب ثقافتنا التي تأثر بها العالم على مدار التاريخ. أما بالنسبة لتعليقي على إجابة معالي وزيرة الثقافة لسؤالي المتعلق بربيع الثقافة الذي تقيمه الشيخة مي، ولن أقول الوزارة، كل سنة في البحرين، ويثير ما يثير من جدل حول فعالياته المختلفة كل عام، ذلك أن عناصر الثقافة التي تحويها فعاليات ذلك الربيع تكاد تكون كلها مستوردة من ثقافات غريبة على مجتمعنا، بل أحيانا شاذة عنه، بل في كثير من الأحيان تتعارض مع عاداته وتقاليده ودينه وقيمه، فقط لأن الوزيرة سافرت وشاهدت عرضا أعجبها شخصيا فأتت به تحمله لنا هنا. ومع تقديرنا لنشاط الوزيرة وتحركاتها المختلفة في البلد من أجل تحريك الحياة، وكونها إحدى قلائل الوزراء الذين يعملون وينتجون، وهذا مشكور ومشهود لها، إلا أنها يجب في المقابل أن تسمع الطرف الآخر، فكل من يعمل معرض للخطأ، ولا أحد معصوم عن الزلل، ولكن نحتاج أن نستمع إلى بعضنا حتى نستطيع تقييم أعمالنا. أما إذا بقينا في بروج عاجية نعتقد ما نفعل صواب والبقية خطأ، فنحن كمن يسير من غير بوصلة في بحر الحياة المتلاطم. معالي الرئيس، بالأمس كادت المحرق أن تشتعل، وكاد الضرب أن يحصل، وكادت الفتنة أن تحدث في أرض المحرق الغراء الشماء. لماذا معالي الرئيس؟ بسبب تعنت. نصحت الوزيرة بتأجيل الفعالية أو تأخيرها أو تغيير مكانها، إلا أنها استمرت في الفعالية بالأمس، مما أدى لأهل المحرق، وقد سمعت صوتهم بالأمس، معالي الوزيرة سمعت صوتهم،
وكادت يعني الفتنة أن تقع. وهل نحن في البحرين اليوم محتاجين معالي الرئيس إلى فتن؟ هل احنا محتاجين اليوم ان احنا نتضارب مع بعضنا؟ هل احنا اليوم محتاجين في البحرين ان احنا نشمت اعدائنا فينا؟ احنا محتاجين ان احنا نستمع مع بعضنا، نحتاج ان احنا نسمع للطرف الاخر. ما يصير انا رايي صح والبقيه تطق راسهم في الاطوف وما لي شغل فيهم. معالي الرئيس ليش اهل المحرق واهل البحرين يرفضون معظم فعاليات ربيع الثقافه؟ ولا بقول انا كل الفعاليات، في فعاليات طيبه، ولكن معظم الفعاليات فعاليات الدمدم وفعاليات المدري انواع اسماء والله العظيم ما نعرف نقراها. بوم بوم على قولة عبد الحليم. خلينا نشوف ليش اهل البحرين ما يرضون. حطوا لنا الصوره بس. ليش اهل البحرين ما يرضون؟ لا الصوره طالعوا بالله عليك يا وزيره، طالعي. هذه طبعا فعاليات سابقه، انا ادري بتقول لي فعاليات سابقه، لكن شنو اللي تغير؟ عطني الصوره اللي عقبها. احد يرضاها هاللون؟ احد يرضاها هاللون؟ يعني من نبي نعلم؟ ايش نبي نعلم اجيالنا؟ ايش نبي نعلم؟ من يرضى هاللون يا جماعه؟ من يرضى هاللون؟ من يرضى هاللون يا جماعه؟ من؟ طالع الصوره اللي بعدها. هاك يلا. هذه فعاليات ربيع الثقافه سابقا بوحى صوت النواب يا جماعه. هذه مجلس النواب، هذه مجلس النواب. يقول مجلس النواب منتخب من الشعب. احنا نبي نفهم اليوم معالي الوزير، معالي الرئيس، من اللي يمثل صوت الشعب في البحرين؟ من الاقرب؟ هاك طالع. من الاقرب الى شعب البحرين؟ من اللي يمثل شعب البحرين؟ هل نحن نؤمن بالديمقراطيه واصلاح جلاله الملك ان هذا المجلس يمثل مكونات شعب البحرين؟ ألم يكن مجلس النواب هو ممثل لشعب البحرين؟ ألم يطلب مجلس النواب في الأعوام السابقة وفي لجان وفي كل الجلسات بتعديل هذا الوضع؟ ألم نطلب في هذه المرة أن نوقف هذه الفعاليات؟ ألم نطلب أن احنا ما نحتك بعضنا علشان ما تقع الفتن؟ أقول للوزيرة كما قلت سابقا، نحن ندعم الثقافة المحترمة التي تغذي الروح والعقل، ونحن ضد الثقافة المستوردة التي لا تحترم ثقافتنا الإسلامية والعربية وتقاليدنا. نحن ضد ثقافة العري والتعري والرقص والمجون. نحن ضد ثقافة الشذوذ. نحن ضد ثقافة وحضارة يعني ضد ثقافة التعري. نحن ثقافة وحضارة عربية عريقة لا تقبل أن تختصر الثقافة في راقص وراقصة يأتون بحركات وإيحاءات، ولا نقبل أن نستورد السفور والإسفاف. معالي الوزيرة، ما هي أنواع الثقافات غير هذه اللي يبتوها لنا؟ وين المؤتمرات؟ وين المحاضرات؟ هل الثقافة فقط في عروض فنية؟ هل اختصر كل مجمل الثقافة؟ معرض الكتاب وين إعلاناته؟ من راح معرض الكتاب؟ من درى عنه؟ لكن كلنا درينا، شفنا في الجرايد إعلان نص صفحة بس شلون تدش وتباركن سيارتك عشان تدش حق فعالية. في مقابل معرض الكتاب ما حد درى عنه، استوى وخلص ولا حد درى عنه. يعني هذا أبسط شيء. ما في مؤتمرات، ما في علماء، ما في دين. نسوا لحالنا ونسوا ان احنا متدينين، ونسوا ان في دين. يا جماعه ثقافه مجتمعنا العربي والاسلامي شو يقول؟ شو يطلب؟ ليش شعب البحرين ما دام احنا عندنا اليوم يعني في مثل ما تقول الوزير، حط لي تصريح الوزيره. انا بكتفي عن الاوراق، حط لي تصريح الوزيره. لا حط تصريح الوزيره. اول سلايد. الوزيرة يعني للأسف تتحدى الناس، تقول أنا بسوي اللي بسوي، طقوا راسكم. ما يصير يا جماعة. الجمهور متعطش، الجمهور عاوز كده، وربيع الثقافة سيستمر. يعني مع طلب الناس وطلب النواب. احنا يا جماعة ليش طلبنا نوقف هالمرة ربيع الثقافة؟ بغض النظر عن فعاليات الطيبة والزينة كلها. يا جماعة اخواننا السوريين يذبحون قدامنا، دمان السوريين تسيل قدامنا واحنا نرقص ونستانس ونغني. يرضيك يا معالي الوزيرة أن يكون في بيت يدك المحترم ذو الأخلاق وذو الدين تكون هذه الفعاليات اللي ما يرضاها يدك الله يرحمه ولا يرضاها شعب البحرين؟ ما حد يرضى هذه. يعني يا جماعة احترموا مشاعر. كم كلفت هذه الفعاليات؟ عيزنا هني في مجلس النواب نقول عطوا فلوس حق المتقاعدين، عطوا فلوس، حلوا مشكلة الإسكان. الوزيرة تقول لي بس 218,000 دينار هي ميزانية ربيع الثقافة، والمليون دينار اللي عطوا المغني، والفرق اللي تسرح وتمرح صار لها شهر باسم البروفات في فنادقنا ب5 نجوم. من وين؟ كلها من القطاع الخاص. ندري دعم وتبرعات، وهذا القطاع الخاص الأولى به انه يدعم شعب البحرين.
ويوقف مع اخوانه في سوريا اللي يذبحون، واللي لما ينتهون منهم بيقول لنا مثل ما كانوا عندنا هني. احنا ناس الله قوم انجانا من فتنه. هل احنا نصير مثل بني اسرائيل اللي قبل لا تجف رجولهم من بعد ما الله انقذهم من عدوهم بان يعني فتك لهم البحر واطبق على عدوهم البحر، ما جفت رجولهم قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه. اول ما خلصنا الفتنه واول ما انتهينا من المشكله رجعنا حق الرقص والاغاني يا جماعه وين احنا؟ وين احنا؟ كلنا نطلب من الوزيره ان تسمع لنا، تسمع ترى في طرف ثاني نبي نتحاور معاها. احنا ما نطلب منها والله العظيم بعدوين لها ولا احنا واقفين ضدها شخصيا ولا ضد الثقافه. كل شعب البحرين احنا مع الثقافه، لكن نبي نقول يا جماعه استمعوا لراي ناس شعب البحرين، قدروا اوضاع الناس اللي دار مداركم. كل هذا المطلوب. شكرا معالي الرئيس. شكرا. معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفه، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. شكرا حضرة النائب. بدأت كلمتك بمحاضرة عن الثقافة واستبشرت خيرا بأن هناك من يقدر الثقافة، هناك من يحترم الرأي الآخر، هناك من يلتفت إلى الآخر، ولكن للأسف عدنا إلى الوراء وعدنا نكرر ما كنا نقوله سابقا. الثقافة بمسماها الواسع وبمفهومها لا ترقى إلى ما تناولته في حديثك، والصور التي عرضتها لا يحق لك عرضها، فهي لعرض تجاوز عمره 6 سنوات وتمت مناقشته وأقفل الموضوع. لا يحق لك بأي شكل من الأشكال أن تتعرض إلى مركز أهلي وتأتي بمثال على ما حدث بالأمس في قبة البرلمان التي لا علاقة لها بالأنشطة الأهلية، والخلط بين دوري كوزير للثقافة وكصاحبة مركز ثقافي هو الذي قادني إلى المؤسسة الرسمية. لا يحق لكم الخلط فيه. ثم أن جمهور البحرين المتعطش للثقافة جاء بأعداد أكبر من المرتزقة من الأطفال الذين شوهتوا تفكيرهم وحشدتوهم البارحة ليسدوا ممرا ضيقا باسم ربيع الإيمان. كان بإمكانكم تنظيم نشاط آخر. معالي الرئيس عبد الحليم الشيخ معالي الرئيس يا شيخ عادل، شيخ عبد الحليم خلها تخلص كلام. عيب عليكم. شكرا. معالي الرئيس تسمح لي معالي الرئيس؟ السؤال كان معالي الرئيس السؤال كان تجاوز على كل المبادئ، تجاوز على الدين، على الدولة، على القانون، على الدستور. يعني المجتمع كله غلط ويصح، كل المجتمع كله صحيح. معالي الرئيس هذه مشكلتنا. معالي الرئيس ارفع الجلسة. هذه مشكلتنا مع معالي الوزيرة. معالي الرئيس ترفع الجلسة. معالي الرئيس هذه مشكلتنا، هذه نموذج لمشكلتنا مع الوزيرة انها هي مو براضية تسمع. الان اتهمتنا ان ما لكم حق. ارفع الجلسة. شكرا. يعني ما باقي الا انت بتعلمنا من اللي يلا توكلي على الله. مرتزقه من قال لك هذا الكلام؟ خطا هذا الكلام، ما عليه، بس هذا الكلام خطا. احنا ما لنا علاقه، هذا مجلس شعب، هذا مجلس شعب يتعلمنا ايش نقول ما نقول. هذا مجلس شعب يجب ان يحترم. ما لا في ريايل احترمي نفسك.